هذه شجرة الطلح. والسي شكراد بصفتك رئيس جمعية الطلح هنا بأسا، تحدث لنا على هذه الشجرة ومزاياها. قبل شي عرش منها. بسم الله. ايه ايوه. هاي الطلحة ايه هاي الطلحة كلها مزايا وكلها منفعة. ايه بالنسبة للجنوب، هاي الطلحة معروفة في الجنوب. الطلح ينبت في الجنوب. شجرة بحال مثال إلا مشينا احنا نقولوا بلاد ثاني ينبت فيها رقام، هذا ينبت عندنا هون طلح. هذا أوراقها يعدل السفوف، وزين في المعدة، وزين في حمة المصارين. تعود عندك حمة في الجوف يبردوا تدعك سنت الله بدا. وخروبها زين يديروه مع السفة. وفيها شيء قال له العلك السمخ باللغة العربية. هذاك السمخ حتى هو زين يستعملوه جميع الجنوب، يعني الناس كامل اللي في الجنوب تستعملوا فتاي وتستعملوا في الماء ويشربوه. شي يقولوا هم انه قندي. قندي بغيت نشرحه باللغه الدارجه بحال الا قلنا تقريبا مثالا طمس اوراق. هذا الاوراق كما قلنا على انه كيديروا في المعده. المهم دواء كله دواء، ويبردوا به حمه المصارم اللي عندك سميتها. ولا وكل اللي قد تاكل من الماكله وسف من الاوراق وكيف لا هضمتوا ذيك الساعه من الماكله. هذه من جهه. هاي الطلحه ظلها كيستافدوا منه الرعاة. نبدا ودفاه كيستافدوا منه الرعاة، وكيستافدوا منه الكسيب يعني البل كتكساف منه البل يعني تبع الظل. والطلحه وين تعود قصيره فيها الدفا ومن تعود طويله فيها الظل. ياك سمع. وهاي الطلحه عودها اصل فاخره زين، وريحه حطبها في النار زين، وزين دخان هذاك في العينين، يعني حتى الدخان في العينين زين في هاي الطلحه. اسمع. وهذا هو اللي جعلني انا اعطيت اهميه للطلح، واخترعت فكره باش ندير رايس الطلح باش نعود نحمي هذا الطلح. جمعيه الطلح يعني درت جمعيه الطلح باش يعني يعودوا يحموا هذا الطلح ونعطوه اهميه، ونطلبوا من السلطات المحليه والمركزيه يعني تعطينا ايد المعاناه والدعم باش نعودوا نكونوا هذا الطلح. قول لي ضريك الا لقيت حد مقرض طلحه، جا الطلحه وقرضها وكامله ومقرضها وساسها كامله اش ليه تعدل ليه؟ هو على انه ارتكب خطا. راك سمعت. يعني هي الطلحه احنا اللي كانت خاصها ما ينقطع منها عود اخضر، يعني باش ننمو الطلحه باش تطلع. يعني هي الطلحه هي ترتع فيها الكسيبه، وهي فيها جريمه لا قطعها حد المسلمين. ويعني وشكون اللي خص هذا الطلح يتنمى؟ خصو يتنمى للرعاة. يعني هذا الطلح ما يفرط فيه، وهذا الطلح يعني شجره معترف بها في منطقه الجنوب. وتقريبا اكثر منطقه نبت في الطلح هو منطقه هذا اقليم الزاق. رانا الى مشينا للنواحي وتد نجبروا منه شي للسماره، ولكن اكثر فين كان نجبروه في اقليم الزاق. يعني راه معروف الطلح فين كثر في سميتو. ونتمناو من مولانا جميع المواطنين وجميع الرحل يعطوا اهميه لهذا الطلح وينموه ويحموه، ما ينقطع منه عود اخضر واحد. والعود اليابس هذاك لا لهم هما، يعني هذاك هو باش الله يطيبوا والله كذا. هذا احنا ما عندنا فيه نقاش، ولكن طلبوا من السلطات المحليه والمركزيه واللي فيه روح يعني المهم تعتني بشجره الطلح، شجره الطلح تحميها راهي ثامنه وراهي فيها دواء لا عبره ليه. راهي كاينه دوله الشعب هي صدرت السمخ ديال الطلح. هي دابا كتصدروا صافي راه صدرته وعندها ليه يعني امكانيات وهذه. ولكن حتى احنا مستقبلا ان شاء الله نتمنى ونعودوا مولين نصدروا من هذا الطلح هذاك السمخ ديالو نعودوا حتى حنا نصدروه ان شاء الله ان شاء الله بحال العالم، ونبغوا ندخلوه للاسواق. الحمد لله وراه قاعد داخل الاسواق دابا الحمد لله. دابا درك هذا السمخ ولا كيسوى عندنا هنا تيان يسوى عندنا الى 2000 الكيلو، ويمشي العلك يعني علك يسوى الى 2000 الكيلو. ومنين يوصل العيون يمشي الى 3000 ريال الكيلو. وتلود له الناس ما جربت. النقطه الثانيه العلك راه هو باش يصبغوا الدراري. هذا الملاحف راهم هما اللي كيمرقوا منه الصباغه، وهو باش كينصبغوا الدراري والملاحف. والدراري والملاحف هذو يعني الجنوب كامله تستعملهم. وتعرفنا الى فرطت في هاي الطلحه انها فرطت شي كبير. فرطت شي كبير ياك يا سلام. جزاك الله خير. شكرا سيدي، شكرا.
اليوم الأخير من الدورة التكوينية التي جرت بمدينة عسا في 3 أيام. والآن لقاء لنا مع بعض الإخوان المستفيدين من هذه الدورة، يتحدث لنا على رأيه في هذا الشيء اللي فات وهذا الشيء اللي السلام عليكم بعد ورحمة الله وبركاته. نشكروا بعد هذا الناس اللي يسهروا على هذا الإعلام، يعني كيسهروا على الإعلام، ونشكروا هذه المبادرة، ونشكروا هذه السلطات المحلية اللي كتقوم بهذه المهام. يعني واجب وطني هو كاع على كل مغربي. وإحنا اليوم نتواجدوا في آخر الحمد لله تكوين فيها 3 أيام. يعني هذه التكوينات من الاقتراح ديالي انا ومن خلال التجربه اللي دزت فيها التكوينات تقريبا، يعني من نهار بدات وانا الحمد لله كان في التكوينات، يعني تكوينات جيده ثامنه، وغادي تخلي لنا ان شاء الله واحد الثمره زينه، يعني افضل زين، يعني يتكونوا فيها جمعيات، وغادي ان شاء الله يزيدوا لقدام. وغادي ان شاء الله هو الجمعيات ربما مع مستقبلا يديروا شبكه في الاقليم، يعني يعودوا مكتب يعني مجموعين فيه، ونتمنوا من عند الله يعني باش يكونوا مكتب فيه ان شاء الله. النقطه الثانيه، هذه التكوينات يعني الانسان ملي كيتكون وكيقرا على حاجه وكيعرف مسائلها، ممكن ليه يقدر يسير هاك المشروع، ويمكن ليه يعود عارف باش ماشي بحال كاع انسان هو كيشد المشروع والله تعطيه سميتو تقول له لا يتخدم هذا المشروع والله عنده فيه درايه. يعني ما هو سميتو ما يمكن ما عارف له حتى شي درايه، ما عنده فيه درايه، ما عنده فيه حتى شي حاجه، يعني ما غاديش ينجح. اول حاجه بعد اللي كنركزوا عليها نركزوا على بعد التكوين. اي حاجه بغينا نزيدوا لها واحد الخطوه خاصنا نكونوها، ونطلبوا من اللي يعني نمر الحمد لله من السلطات المركزيه ولا المحليه ولا تسهر على هذا التكوين، على هذا ديال التعاونيات ولا الجمعيات، ولا باش يعني كيكون التكوين هو اول بدايه، وهو اللي نقدروا نقبضوا منه الشيء يفضل غادي يبقى لنا. يقول واحد المثال يقولوا العرب اعلنها ما يمكن لنا نمخضوا الشكوى الى ما وجدنا الماعز، والماعز ليه نجبدوا منه الحليب، والحليب له نروبوه ونديروه في الشكوى ونمخضوه عادي يعطينا الزبده، ومن بعد يعطينا اللي يدهن. وهو هذا الشيء اللي متباركين احنا مع حضرتك الحمد لله. يعني وجده وزرع حصد، يعني اي حاجه الحمد لله اللي حرث لا تستنى فيها باش تزرع حق. ونشكروا هذه المبادره اللي سهران على هذا التكوين، ونشكروا ملي على الحضور ديال الجمعيات، الفعاليات اللي كيحضروا، يعني يجوا كل يعني كل وقت يجوا باش يتكونوا وعندهم رغبه في التكوين. شوف نشكروا هذا المؤطرين، نشكروهم على وقتهم وعلى وقت اللي جاوا فيه، ولكن ما نساوش انا شي بعضين منا ما كيجوا لان كيديروا لنا ما يجوا عليه نمروا. نشكروا هاد المؤطرين اللي كيجوا يأطرونا، نشكرهم بزاف، ونشكروا المبادره سهرانه، ونشكروا السلطات المحليه، ونشكروا جميع المغاربه اللي عندهم هالهم من طنجه الى القويره. وهذا والسلام. ونشكروا هذا ديال الاعلام، ونشكروا هذا ملي هذا اسمك علمه اسمك المكتب هذا ديالك مركز الاستقبال. انت تابع انت محمد بوشعار جريدة صحراء نيوز. ونشكروا ملي هذا محمد بوشعار اللي قايم معنا بالتكوين دائما، مواكبنا في الاقليم. الجمعيه التقنيه اللي معاك، الجمعيه التقنيه معنا ديال سمع البصر، يعني نشكروها حتى هي دائما مواكبه معنا من كل بلد، يعني في الاقليم. هو كيجي يعني من عوينت لهنا حتى لسميتو بعيد على الاقليم تقريبا ب 50 كيلومتر، يعني في هذا السهر ديال هذا التكوين وفي حماس. وهذا هو اللي نبغوا، الحماس جميع يعني الجمعيات وجميع التعاونيات يكون فيهم واحد الفعاليات اللي هما تم هذا التكوين. والإنسان إلى ما أتكون كما كان نكررها مرة ثانية ما يمكن له على أنه له يوصل نتيجة. ولا كاينة ريضة يقولوا العرب ما دونها جدبة، ولا كاينة يعني عقبة لي تفوتها ما وصلت مولي البلد الثاني مونك. وصالح الإنسان عليه بالصبر، وتكون مولي نقول لإخوان من راسي ونقول لإخوان عندنا البداية كتكون شوي واعرة، ولكن البداية الإنسان كيحاول معها حتى يتخطاها وكيعقب الحمد لله يتمونك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نقدم لكم راسي، أنا سميتي شكرات خاطري رئيس جمعية الطلح والماء والبيئة بإقليم أساس زاك. شكرا جزيلا الله.